عارفين إيه اللي ممكن يحصل لو التناول خلص ولسه في ناس ما تناولوش؟ دايما أبونا في كل قداس بعد الشعب اللي حاضر ما يكون كله تناول، بياخد أبونا باقي التناول ويدخل بيه المذبح، وهناك بيناول الشمامسة وبيتناول هو كمان لغاية ما يتأكد إن الذبيحة كلها خلصت ومش باقي أي حاجة من الجواهر. بس إيه اللي هيحصل لو التناول ما كفاش وكان لسه في ناس كتير من الشعب ما تناولش؟ فالكنيسة من زمان كانت حريصة جدا في الموضوع ده، لأن كان ممكن جدا حد يخبط الكاس ويقع، وساعتها ما كانش التناول هيكفي الشعب. وكانت في صلاة اسمها طقس تعمير الكاس، ودي عبارة عن قداس مختصر جدا بيتعمل لو الكاس وقع مثلا أو الكمية مش هتكفي الشعب اللي حاضر. بس نشكر ربنا إن الموضوع ده نادر قوي وما بيحصلش، لأن ربنا دايما بيبارك في جسده. وكمان مع الممارسة والخبرة الطويلة أبونا بيبقى عارف المقدار والكمية المناسبة للشعب اللي حاضر، وعلشان كده في كل قداس بعد ما الشعب كله يتناول دايما بيفضل جزء كبير من التناول، وده سبب إن أبونا والشمامسة بيتناولوا أكتر من مرة. واللي قدر يشبع شعب كبير من 5 خبزات وسمكتين هو نفسه اللي بيخلي التناول دايما يكفي ويزيد، لأن ربنا قادر على أي حاجة. وانت كمان صلي معايا وقول: يا رب زي ما بتبارك في جسدك ودمك بارك في حياتنا، وأعطينا دايما نتناول باستحقاق ونفرح بقربك كل يوم. آمين.